السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مخاطر العلف. العلف يا جماعة أو العليقة، أنا لقيت ناس كتير جدا جدا كل شوية يشتكوا من إسهالات مستمرة، يشتكوا من أمراض معوية، أمراض بكتيرية. فطبعا بقيت أتابع معاهم، ولما جيت بقيت الموضوع مستمر فبقيت أسألهم: هو أنتوا بتأكلوا الحمام إيه؟ لقيت ناس بتأكل علف صرف، تمام، علف فراخ او علف حمام، يقول لي عشان ارفع نسبة البروتين للحمام. ولقيت ناس بتخلط علف على كلفة، تمام كده. فطبعا لا يا جماعة، يعني انت بتأكل علف ليه؟ يعني ليه؟ الحمام اصلا بياكل حبوب سليمة. فانا بنصحك بلاش علف خالص. فاتناقشت مع واحد فيهم قال لي: لا يا ابو هجر، انا بدي علف عشان الزغاليل تكبر، وعشان انا بذبح والكلام من ده. قلت له: يا باشا مفيش مشكله. قال لي: انا بدي مضاد سموم كمان، كل اسبوع بدي مره. والله انا ضد العلف، انا ضد العلف. طب ما تجرب تظبط كلفتك واعمل كلفه متوازنه، ذره عويه وقمح وفول وبسله وذره صفراء، وشوف هتبقى عامله ازاي. فنصيحه لله، بلاش علف. العلف فيه سموم كتير جدا